اهو ده بقى الحلو اللي ما بيختلفش عليه اتنين، مفيش اسهل ولا ابسط من كده، ومن حلاوته بيعجب الكبار والصغيرين، وطريقته مفيش ابسط منها. وعايزه اقول لك ان في 10 دقايق بس هتكون عاملاه ويطلع معانا بالجمال والحلاوه دي، يرطب على قلبنا في الجو الحر ده كانك بتاكلي قطعه جاتوه متكلفه. فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال والحلاوه دي النهارده ازاي. بس اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه جبت الحله بتاعتي، نزلت لها معلقتين كبار كده من السكر، عليهم معلقه كبيره كده من النشا، ومعلقتين كبار كده من الكاكاو، اهم حاجه بننخل الكاكاو عشان لو في اي تكتلات. ونزلت عليهم بكوبايه ونص من الحليب، هقلبهم كويس جدا على البارد، وبعد كده برفعهم على النار. طبعا اول ما بنرفع على النار لازم تقليب مستمر عشان موجود نشا عشان ما يكتلش معانا. بفضل اقلبه برده تقليب مستمر كده على النار لغايه ما القوام بتاعه يبدا يتقل كده معايا، وفي الاخر بضيف عليه مكعب من الشوكولاته طبعا لو متوفر، ولو عندك برده مكعب من الزبده تقدري تضيفيه كده في الاخر. وبقلبه بقى، وبعد كده بفضيه كده في اي بوله عندي بحيث بس ان هو يهدى بس من درجه الحراره بتاعته. بجيب بقى هنا البسكوت بتاعي، معايا هنا حوالي باكوين من البسكوت، بسكوت الشاي العادي خالص، بستخدم كده حوالي باكوين، وبكسرهم تكسير خشن، ما بصغرش التكسيره بتاعته بحيث انها تكون ظاهره معايا. وبعد كده بجيب خليط الشوكولاته اللي انا عملته كده في الاول، وبنزل على البسكوت بتاعي بخليط الشوكولاته اللي احنا عملناه، وبقلبه بقى. اهم حاجه نقلب كويس جدا البسكوت مع خليط الشوكولاته بحيث اغلف البسكوته بتاعتي كلها بالشوكولاته بتاعتي. هغلف بقى البسكوت بتاعي بخليط الشوكولاته كويس جدا. اهم حاجه خليط الشوكولاته اللي احنا حطيناه ما كانش سخن زياده عن اللزوم، برده ما كانش ساقع، يعني كان لسه دافي معايا. وبعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض، واجيب بقى البايركس بتاعي اللي انا هستخدمه، اي صينيه عندك عايز تستخدميها مفيش اي مشكله، وابدا بقى احط فيها خليط البسكوت مع الشوكولاته، ودي بتكون اول طبقه معانا. بوزعها كويس جدا في البايركس بتاعي، وعايزه اقول لك ان اصلا ميكس الشوكولاته اللي احنا عملناه مع البسكوت بجد طعمها كان خطير. ببدا اوزع بقى طبقه البسكوت بتاعتي كده في قلب الصينيه، واجيب بقى اي معلقه او اي حاجه عندي وابدا افردها كويس جدا. جبت هنا الهراسه بتاعتي وابدا اضغط عليها بحيث اساوي طبقه البسكوت كلها مع بعضها وما يكونش فيها جزء كده اعلى من التاني. ودي بتكون اول طبقه احنا جهزناها مع بعض. طبعا بدخل الصينيه بتاعتي التلاجة، وتعالوا نجهز مع بعض الطبقه التانيه. الطبقه التانيه عباره عن ايه؟ معايا هنا معلقتين كبار كده من السكر، عليهم 3 معالق كبار من الكاستر، معايا هنا ظرف من الفانيليا، ومعايا هنا كوبايتين من الحليب. بقلبهم كويس جدا على البارد، وبعد كده برفعهم على النار. وطبعا اول ما بنرفع الكاستر على النار لازم تقليب مستمر عشان ما يكتلش معانا. بفضل اقلب فيه كده على النار لغايه ما يبدا بقى يتقل معانا كده ويبدا يغلي، وده بيكون شكله، وده القوام بتاعه اللي احنا بنوصله. بفضيه بقى كده في اي بوله عندي، واسيبه كده لغايه ما يبرد تماما. بدخله التلاجة، بس اهم حاجه بغلفه الاول بكيس تلاجة او ستريتش راب بحيث ما يعملش قشره كده على الوش. وده بيكون شكله كده بعد ما طلع من التلاجة. بضيف عليه نص كوبايه كده من الكريم شانتيه، وابدا اضربهم كويس جدا مع بعض. هضرب بقى طبقه الكريمه بتاعتي كويس جدا، وعايزه اقول لك ان طبقه الكريمه دي بجد طعمها كان تحفه، هتعجبك قوي، كريمه كده ناعمه وطعمها كان خيالي. هطلع بقى الصينيه بتاعتي كده من التلاجة، وابدا اوزع بقى طبقه الكريمه بتاعتي على البسكوت، ودي بتكون طبقه جهزناها مع بعض. ببدا بقى اسويها كده باي سباتيولا عندي، واسويها كده على طبقه البسكوت، وادخلها الفريزر لمده 10 دقائق على ما نجهز الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه دي بقى اختياريه. الطبقه الثالثه دي بقى اختياريه، تقدري تضيفي كده على الوش نوتيلا اسبريد، اي نوع بتفضليه، تقدري تحطي تسيحي شويه كده من النوتيلا وتضيفيها على الوش، او تقدري تضيفي عليها الصوص الشوكولاته اللي احنا هنعمله مع الجاتو شاتو اللي هو بالزيت والحليب والكاكاو، او تقدري تضيفي عليها الجناش الاقتصادي اللي احنا هنعمله النهارده، وهو عباره عن 150 جرام من الشوكولاته، عليهم مكعب من الزبده، عليهم 75 جرام كده من الحليب، وقلبتهم كويس جدا. وده كده شكله، ده احلى جناش بصراحه، انا بحب اعمله كده سريع. هضيفه بقى، اطلع الصينيه بتاعتي كده من الفريزر، وابدا كده استنى على ما الجلاش يهدى برده معايا، ما يكونش سخن قوي، وابدا بقى دخلته التلاجة لغايه ما برد معايا، وابدا بقى اوزعه كده على طبقه الكريمه بتاعتي، ويكون معايا بالشكل ده. بجد الطعم كان تحفه. دخلته برده التلاجة كده يشد معايا مده 10 دقائق، وبطلعه بقى زينت كده على الوش بخطوط كده بسيطه بس من النوتيلا. وتعالوا بقى نقطع مع بعض احلى قطعه كده تاكليها، حلا سهل وسريع يرطب على قلبنا في الجو الحر ده. بجد كان طعمه تحفه جدا، تحسي كده ان انت بتاكلي قطعه جاتوه كده متكلفه، خطيره بجد. حلا سهل سريع هيعجبك ويعجب الاولاد، وعايزه اقولك ان هم هيطلبوه منك كل يوم، ومقاديره موجوده في كل بيت. اتمنى تعجبكم، اشوفكم على خير في وصفات تانية جديده باذن الله.